صار لنا زمان عن وصفات الكيك الرهيبة بكل معنى الكلمة، واليوم رح نحضر أطيب وأشهى كيكة برتقال. صلوا على الرسول، خلونا نبلش. أول شي رح نسمي بالله، وهون بدي أضيف 3 فناجين من القهوة عيار السكر. تمام، رح أضيف عليهم برش برتقالة بدون ما نوصل للبياض مشان ما تعطيكم مرار، ورح أبلش أفركهم مع السكر لحتى نستخرج الزيوت العطرية الموجودة بيهم. رح أضيف عليهم حبتين من البيض بدرجة حرارة المطبخ، ورح أبلش أخفقهم ببعض، وأهم شي لا تنسوا معلقة من الفانيليا. نخفقهم لمدة 5 دقايق لحتى يذوب السكر بالكامل ويتضاعف عندي حجم الخليط ويصير كريمي. ونضيف عليهم 4 معالق من اللبن الزبادي بدرجة حرارة المطبخ، ونخفقهم شوي. نص كوب من الزيت النباتي، ونرجع نخفقهم شوي. وهون رح أضيف عصير برتقالة كاملة طلعت معي ربع كوب، وأرجع أخفقهم شوي لتندمج المواد السائلة. ورح أضيف كوب من الطحين الأبيض، معلقة أكل من البيكنج باودر، ورشة بسيطة من الملح. وعلى سرعة هادية بالخفق رح أبلش أخلط المكونات بس لحتى يندمج معانا الطحين بالخليط. رح أرجع أضيف عليهم نص كوب من الطحين، نرجع نخفقهم ببعض شوي. بالنسبة للطحين ممكن تحتاجوا أقل أو أكثر حسب نوعيته. رح أضيف عليهم نص فنجان صغير من المي المغلية. ندمج المكونات لآخر مرة، المي المغلية تعطي هشاشة ورطوبة للكيك غير شكل. وهذا هو القوام المثالي لخليط الكيك. شايفين ما شاء الله؟ هون عندي القالب دهنتوه بالسمنة ورشيتوه له طحين. رح أفرغ بيه الخليط، والفرن محمى مسبقا درجة حرارة 180 شغال بس من تحت. رح أدخل الكيك بالرف يلي تحت، وبعد ما يستوي أشغل عليه شوي من فوق لحتى ياخد لون. وأهم شغلة بس أطفي الفرن أتركه تقريبا من 5 ل10 دقايق، بعدين أطلعه خبطتين لنفرغه من الهواء وعلى الفرن. تقريبا أخذ معي وقت بالفرن 50 دقيقة. رح أتركه لحتى يصير فاتر، بعدين أقلبه. رح أزين الوجه بالسكر البودرة، برش برتقال وشرائح البرتقال. ما أقدر أوصف لكم ريحة البيت إيش قد صارت طيبة. وبس والله، جربوا وخبروني رأيكم. ألف عافية.